أهلا بكم غالياتي في فيديو جديد في وصفة جديدة. حبيت نفكركم بوصفة من وصفات الزمن الجميل، مقروطات الكاوكاو. إذا حلوة ذوبة في الفم بدون بيض، حلوة اقتصادية وتقطع كمية لبس بها البنات بنتها من أروع ما يكون. نتمنى حبيبتي هكذا نتفكروا حلويات ووصفات الزمن الجميل ونحافظوا عليهم ونبقاو نحضروا فيهم في مناسباتنا وأفراحنا. راح نشوفوا نقسم لكم حبة تشوفوها. شوفوا لي البنات الهشاشة تاع الحلوى تجي تذوب ذوبان في الفم، بنتها من اروع ما يكون، راح تعجبكم بزاف، تعجب افراد العائله. اذا حلوى كما راح تشوفوا اقتصاديه بدون بيض كما راح تشوفوا معايا البنات. اذا نشوف البنات مع هذاك الحشو. اتمنى حبيباتي تابعوا الوصفه للاخير، الفيديو للاخير باش كامل ان شاء الله تنجحوا في الوصفه وتحضروا هذه الحلوه لاكثر من روعه حبيباتي، وتحافظوا هكذا نحافظوا على وصفاتنا التقليديه، وصفات زمن جميل، ونبقاو نحضروهم في مناسباتنا وافراحنا. ونخليكم بدون اطاله مع مراحل الوصفه بالتفصيل. نبداو حبيباتي نسمو بسم الله. شوفوا البنات انا راح نعبر بهذه الكيله الصغيره، هذا الكاس تاع لاموطارد. نتوما خيروا اي كيله البنات اللي تساعدكم وكملوا بها كامل المكونات. ومانيش راح نعمر انايا الكيله تاعي بزاف، اذا راح نخليها ناقصه شويه. مانيش حابه نخرج كميه كبيره تاع الحلوى. اذا برك راح نعطيكم، راح نشارك معكم الوصفه لانه تجي البنات من اروع ما يكون. المكون كما راكم تشوفوا البنات سمن ذايب، وذوبته البنات وبردته كما راكم تشوفوا البنات، تقريبا راه جاني فوق النص شويه. وانتم البنات عبروا كما تحبوا. اذا كامل المكونات راح نديرهم يوصلوا لي نفس المستوى. اذا عندي هنايا عبار سمن، نفس العبار حليب، نفس العبار زيت. نحط البنات مغرف ماشي معمره سكر كلاسي، تقدروا تستغنوا عليه. ومعها فاني، نزيدوا عليها قرصه ملح لازم في الحلويات. نخلطوا المكونات تاعنا مليح. نبداو نضيفوا في الفرينه البنات. هنايا عندي كاس كما راكم تشوفوا، كاس تاع 220 مليلتر. اذا عمرتوا فرينه راح نضيفوا على دفعات ونشوف. اذا وانا نجمع في العجينه تاعي، نفرغ كامل الكاس. نجيبوا الكاس الثاني راح نحط نصه ونشوف. فرغت الكاس كامل. اذا هنايا راني تقريبا حطيت 2 كيسان. اذا هنا الفرينه مانيش راح نزيد البنات. شوفوا القوام تاع العجينه اللي راح نتحصلوا عليه. اذا راح نخدم هنايا شويه برك العجينه تاعي حتى نتحصلوا على قوام يكون املس بهذا الشكل البنات. كما راكم تشوفوا البنات عجينه تكون طريه البنات، ما تنشفوهاش بزاف. واذا غلبتكم الفرينه تقدروا تزيدوا شويه حليب حتى تتحصلوا على عجينه تكون بهذا القوام. اذا ما تكثرولهاش الفرينه البنات. شوفوا البنات العجينه تاعنا. نغطي العجينه تاعي ولا نحطوها في كيس بلاستيكي ونخلوها جانبا ونحضروا الحشو مع بعض. بالنسبه للحشو البنات راح نحتاجو فيه، نجيبو نفس الكيله اللي عبرت بها المكونات الجافه تاع العجينه. اذا نجيبو لهنا نحطو عبار جلجلان يكون محمص، نفس العبار اللي هو كاوكاو محمص ومرحي. وراح نضيفوا له البنات عبار اللي هو حلوه الترك. اذا انا ما كنتش متوفر عندي حلوه الترك، اذا راح نعوضها بالسكر غلاس. وانتم البنات حطوا حلوه الترك احسن هكذا باش يجيكم الحشو يجيكم بنين. نحط مغرف سكر غلاس نعوض بها حلوه الترك. كما خبرتكم حلوه الترك احسن، انا برك ما كنتش متوفر عندي، كنت حابه نشارك معكم هذه الوصفه اللي تجي من اروع ما يكون. نجمعوا الخليطه تاعنا بالكونفيتير تاع المشماش حتى نتحصلوا على قوام عجينه. نتحصلوا البنات على حشو كما راكم تشوفوا البنات. تقدروا تشكلوه، تقدروا تشدوه بالايد. بالنسبه للبنات للسكر اللي في العجينه، اذا
تقدروا تديروا السكر في العجينه، تقدروا ما ديروش البنات تستغنوا عليه، لانه الوصفه عندي انا زوج وصفات مكتوبين، عندي وصفه فيها السكر في العجينه وكاين وصفه ما فيهاش. اذا هكذا باش ما تجيكمش الحلوه تاعكم حلوه بزاف، اذا تستغناو على السكر اللي في العجينه. يكون هنايا كميه من العجينه تاعنا، اذا ونحاولوا نحلوها على شكل بوده. نسطح العجينه تاعي هكذا بالايد، ومن بعد راح نجيب الحلال، اذا نحاول نحل العجينه تاعي بسمك يكون متوسط بهذا الشكل. نجيب الحشوه تاعي ونحطو الكميه هنا، نحاولوا نشكلوها البنات على شكل بوده، يكون رقيق هكذا باش ما ندوش كميه كبيره من الحشو. هذا الشكل كما راكم تشوفون. نحاول هنايا نروي على الحشو تاعي، اذا ونحاول نروي العجينه تاعي على الحشو بهذا الشكل. حاولوا البنات برك هنايا تثبتوا العجينه تاعكم في الحشو هكذا باش ما نخلوش الهواء. نديروا البنات 2 لويات ولا 3 كما تحبوا بهذا الشكل. نقصوا العجينه الزايده، ونحاولوا هنايا نغلقوا الحواف، نحاولوا نسقموهم بهذا الشكل. نجيبوا لهنا نقطعوا معينات، نجيبوا الحبه تاع الحلوى تاعنا ونحاولوا نسقموا لها الشكل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا البنات. كمل الحلوى تاعي نشكلها بنفس الطريقه ونرجع لكم بنفس الطريقه. اذا نشكلوا الحلوى تاعنا كامل. اذا الطريقه راهي سهله، تقدروا البنات ما تبدلوا لها الشكل هذه الحلوى. اذا تشكلوا الحلوى تاعكم على شكل كريات. اذا نحاولوا نضغطوا لهنا، ونقطع الحلوى تاعي على شكل معينات بهذا الشكل. حاولوا المعينات يكونوا كامل بنفس الحجم. حاولوا نسقموا لهم الشكل. بعد ما نشكلوا البنات الحلوى تاعنا كما راكم تشوفون، ندخلوها طيب على فرن نكونوا سخناه مسبقا على 180 درجه. بعد ما طيب الحلوى تاعنا راح نكملوا مع بعض. بعد ما طيب البنات الحلوى تاعنا كما راكم تشوفوا البنات، راح شعلتها هنايا تحمرت من فوق، بدات هذه التحميره الخفيفه. اذا تجي تذوب ذوبان في الفم. عندي لهنا البنات يا اما البنات تحضروا عسيله خفيفه تعسلوا بها الحلوى تاعكم. وهنايا البنات انا ما درتش عسيله، انا درت كونفيتور خففت له بشويه مزهر. اذا يبقى حسب الرغبه. وعندي لهنا البنات عندي هنايا بسكوي بيمو ولا اي نوع رحيته، وكان اللون تاعو البنات كلير بزاف، حطيت له شويه كاكاو هكذا باش يجيني اللون كما راكم تشوفوا يجيني اللون قهوي. اذا نجيبو هنايا الحبه تاعنا تاع الحلوى. شوفوا البنات كيفاش طيب لكم من تحت. ندهن الحلوى تاعي بالكونفيتير بهذا الشكل، ولا تحبوا تغطسوها مباشره في العسيله. اذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، ونحطوها لهنا في البسكوي. هنايا فرغ عليها الكميه كامل تاع البسكوي اللي عندي. رمدوها مليح حتى تدي لكم طبقه مليحه بهذا الشكل. كملوا كامل الحلوى تاعنا بنفس الطريقه. اذا نجيبوا هنايا الحلوى نحطوها في الكونفيتير. هي للامانه البنات الوصفه الاصليه فيها العسل، فيها شربات تكون خفيفه ولا عسيله تكون خفيفه، تحطوا فيها تعسلوا بها الحلوى تاعكم وترمدوها في البسكوي بيمو.
كما الحلوى تاعي كامل ونرجع لكم ونشوفوا حبيباتي الحلوى تاعنا على مائدة التقديم. تجي من أروع ما يكون، حلوى في منتهى الروعة، اقتصادية بدون بيض، خاصة للناس اللي عندهم حساسية من البيض. إذا حلوى ذوب ذوبان في الفم، تولي من الأعياد كل المناسبات والأفراح. أتمنى حبيباتي تعجبكم الوصفة تاع اليوم. خلوا لي رايكم في التعليقات، بارطاجيو الوصفة بقوة للأحباب والأصدقاء، هكذا باش تعم الفائدة. نختموا الفيديو تاعنا كالعادة بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وانتظروني حبيبات قلبي في فيديو جديد. سلام.